معي ياسين بونو. ارحب بكل المشاهدين الكرام. معي ياسين بونو، خصوصا بانه كان قلق كثير كبير بالنسبه للجمهور المغربي حول الصحه ديال ياسين بونو. ياسين بونو، اولا نبغوا نطمئنوا الجمهور المغربي حول الصحه ديال ياسين بونو. الحمد لله، شكرا لكاع الناس اللي سولوا فيا. الحمد لله. نعم، اللقاء عرف فوز المنتخب الوطني المغربي، انتصار كان مهم بالطريقه وبالاداء. كيفاش انتصار ديال المنتخب الوطني امام فريق اللي بحجم المنتخب البلجيكي؟ انا فدخلوني لداخل المستشفى اللي داخل، فما قديتش نشوف المقابله. شفت في الاخر، شفت البيوزه الحمد لله وانا فرحان بزاف الفوز. التفاعل كان كبير بالنسبه يعني منذ وصلنا هنا لقطر، الجمهور المغربي والحماس عند اللاعبين. واش هذا هو اللي خلى انه اليوم نشوفوا المنتخب الوطني المغربي بهذا الاداء وبهذه القتاليه وبهذه الروح ديال الوطنيه؟ الحمد لله، كما شتي الروح القتاليه كانت، الدراري عازمين كما قلت لك ذاك النهار باش يديروا شي حاجه كبيره، وباقا مقابله ثالثه ان شاء الله خصنا نواجهوها باحسن مستوى باش نحاولوا ندوزوا الاول ان شاء الله. نقدروا نقولوا الصحه ديال ياسين بونو الحمد لله بخير، وغادي يكون امام كندا. الحمد لله مزيان. اليوم يعني كانت واحد الاصابه امام كرواتيا، فدرنا الماكسيموم باش نحاول نوصل لهذا الماتش. فحاولت يعني درنا الماكسيموم بحال اللي قلت لك. خدينا الدواء، خدينا كاع داكشي، وفاهمين قبل ما يبدا الماتش حسيت بالدوخه وما كناش بغينا نضيعوا شونجمون، فلذلك خدينا القرار باش نخرج ونخلي الصديق ديالي يلعب المقابله. والحمد لله يعني كلشي داز مزيان، وحتى الدراري اللي يدخلوا فهم اللي عطاو الفوز. الحمد لله. الله يشافيك ياسين، تكون ان شاء الله